مقارنة قوية بين محطة الباص في أوروبا ومحطة الباص بالعراق. احنا هنا بأوروبا نوقف ننتظر الباص بهيجي محطات مكشوفة ومليانة ثلج، ونوقف بهيجي شكل، مطر، ثلج، طين، صغار وكبار. تقريبا ماكو وسائل حماية، لأنه ماكو باب تبعد عنك البرد وتمنع عنك الثلج. سفردحة يعني، وشوف الثلج لي وين واصل. تخيلي انت رايحة للجامعة بهيجي شكل وبهيجي اجواء. هاي محطة الباص، وهيجي الطرقات، وهيجي الحياة. فتخيل انت شلون تقدر تمشي بهيجي طرقات وبهيجي مكانات مثلجة. محطات الباص مثل ما تشوفوها، تقعد تنتظر هنا بهذا الطقس وبهذا الجو، توقف جوا ولا توقف برا هي نفس الشيء، ثلج غزير. توقف هنا بالثلج بالمحطة وتنتظر، ممكن تنتظر. أنا هسه كنت هناك انتظرت نص ساعة. ليش؟ كل ربع ساعة يقول لك ما يجي الباص، كل 10 دقائق يقول لك ما يجي. هسه هنا ربع ساعة وهاي 11 دقيقة، واحتمال من توصل 11 دقيقة ما يجي الباص. فراح تبقى انت هنا، راح تبقين انت هنا بهذا الثلج وبهذا الطقس اللي جاي ينزل ثلج بعد. هي ادري شنو انتو لا تشكون، لا تبكون، لا تحجون، لا تستنكرون، لا ترفضون. شنو؟ معقولة؟ يعني معقولة بس أنا هيجي أون؟ بس أنا هيجي أحس إنه هذا شيء غير طبيعي؟ الثلج ارتفاعه أكثر من متر هنا. أخذكم للعراق ونشوف شلون. شوف الفرق الكبير بين محطة وقوف وانتظار الباصات في العراق ومقارنتها بمحطة وقوف وانتظار الباصات في السويد. مثل ما شفت الفيديو الأول شلون أنا كنت واقف في محطة باص في داخل السويد، بينما هنا في بغداد هاي المحطة مال انتظار الباصات، وشوارع بغداد تنتشر بها هاي المحطة لانتظار الباصات. والجميل فيها شنو؟ انه انت لما تريد تدخل فيها وتنتظر اكو مكانين، مكان خارجي ومكان داخلي. الداخلي مبرد، مكيف، منظم، مرتب، بكل وسائل الراحة، وكذلك كاميرات، وكذلك موجودة شاشات تعرفك بقدوم الباص أو ذهابه. شوف الفرق وين، وإحنا في عام 2025 والسويد ما زالت تخليني أنا كمواطن وأنت كمواطن فيها تنتظر بالشتاء، بالثلج، بالبرد، بالمطر، بمحطات باص ما بيها عازل، ما بيها تدفئة، ما بيها مكانات مهيئة كما هذه المحطات الجميلة في العاصمة العراقية بغداد وفي العراق. انفتحت وتخرج، والله يديم الخير إن في بلدنا الحبيب العراق. شكرا لكم جميعا.